في ناس بتشكك في نظرية المؤامرة، هل الزمالك فعلًا عليه مؤامرة؟ بجد والله أنا نفسي أفهم، يعني إحنا بنحاول نطلع من النظرية دي، بس صدقوني أنتم كل يوم بتثبتوا إن الزمالك مش لوحده اللي عليه نظرية المؤامرة، لأ ده فرق الدوري كلها عليها نظرية المؤامرة. ليه الكلام ده بتقوله؟ لأن امبارح كورة زي دي اتحسبت ضربة جزاء على الزمالك، في حين إن كان في حالة طرد هتتحسب أساسًا للبنك الأهلي، تمام؟ هل الكورة دي فيها ضربة جزاء؟ فيها وعليها، يعني اتجابت من زاوية واحدة، المخرج عادها من زاوية واحدة، ولو أي حد تاني جابها من زاوية تانية ممكن كتير أوي ما تبقاش ضربة جزاء. طيب هنعتبر إنها ضربة جزاء، تمام. تعالوا بقى نشوف كورة في الشوط الأول مشابهة لدي، طالما بتاع الفار صاحي أوي كده، حكم الفار صاحي جدًا للطريقة دي أو للدرجة دي، ورجّع كورة قبليها ب3 دقايق، رجّعها في كورة زي ما أنتم شايفين، لغى الطرد وحسب دي، الطرد اللي كان هيتحسب على البنك الأهلي وحسب دي، طالما أنت صاحي أوي كده، تعالَ نشوف بقى الكورة اللي في الشوط الأول. ممكن تقول لي حضرتك إيه دي؟ ضربة جزاء واضحة أهي على البنك الأهلي، دي مش إيده مفرودة، ده إيده بيطير، ده هو بيطير، اللاعب نفسه عامل نفسه طيارة وعامل نفسه حمامة وبيطير. هل دي مش ضربة جزاء؟ ضربة جزاء واضحة. طب فين الفار؟ لأ أنا مش كنت باشرب شاي ساعتها بصراحة، كنت باجيب السكر وأقلّب في الكوباية، ففاتتني والله اللقطة دي. طيب حكم الساحة، لا والله مش أنت عارفني أنا باحرج من الحاجات دي، ما تخلّينيش بس لأ. طيب حكم طب يعني طب إيه؟ لأ، لا والله ما فيش حاجة، لعيبة الزمالك كلّها اعترضت في اللقطة دي، والحكم عمل من بينها والVAR عمل من 2 من بينها. طب اللقطة الأولى، لعيبة البنك الأهلي الضربة جزاء اتحسبت على الزمالك، لعيبة البنك الأهلي ما اعترضتش، الجهاز الفني كلّه ما اعترضش على أي حاجة تخُص نادي الزمالك، ورغم كده الVAR رجّعها، أصل الVAR أمين. طب وهنا؟ لأ أنا هنا ما اسميش أمين. بالنسبة بقى لحكم الساحة، أنت حاسب 3 دقايق أو دقيقتين في الشوط الأول، هجمة مرتدة لنادي الزمالك، هوب! لسه فاضل 11 ثانية على انتهاء الشوط وتصفّر. ليه يا عم الحاج؟ أنت عارفني أنا الحاجات دي باُحرج فيها والله، فمعلش أصل أنا كان ورايا حاجة جوّه، في حد بيرن عليَّ، فداخل بسرعة بس عشان ألحقه. تخيلوا إن بعد ما الحكم صفّر وبَص في الساعة وهو خارج كان لسه الماتش ما خلصش، كان لسه الوقت بدل الضايع اللي هو حاسبه ما خلصش، غير إنه صفّر في هجمة مرتدة لنادي الزمالك 3 على 3. آه والله. ومش معنى كده إني باقول لك الزمالك كان مستواه حلو امبارح، لأ مستواه زي الزفت، بس خُد حقي، يعني هات حقي وخُد حقك، أنا عايز حقوق، ادّيني حقي وخُد حقي، مش عايز حاجة أكتر من كده، ادّي كل واحد حقه، لأ. طب الشوط التاني نفس الكلام، الحكم بيصفّر برضه قبل انتهاء الوقت البدل ضايع اللي هو حاسبه. آه والله، ليه ما أعرفش، مش هو مستعجل في حاجة والّا الساعة معاه مقدّمة، ممكن يكون الساعة معاه مقدّمة. فالناس اللي بتقول ما فيش نظرية مؤامرة، لأ ده المؤامرة على الدوري كلّه إنه يبقى موجّه لفرقة واحدة. أنا مش عايز الدوري ليّا والله، والله أنا ما استاهلش الدوري ده، عادي، بس في فرق تانية من حقها تنافس، في فرق تانية بتتعب وتجتهد عشان تاخد دوري. أنت بتروح تصرف مليارات، مليارات بعينها، مليارات والله بتصرف مليارات على فرقة عشان تاخد دوري مكافأته 5.000.000 جنيه، ليه؟ يعني يا ريت حد يجاوبني بجد والله ليه؟ هل عشان تفرّح الجماهير؟ يعني أنا عشان أفرّح الجماهير أظلم الناس؟ أظلم البني آدمين كلّها عادي، اظلم اللي بيتعب وبيجتهد عشان ياخد ماتش، اظلمه، مش هتفرق، المهم الناس تنام سعيدة. راجعوا فيديوهات بتاعة اللي قال كده، ها، وأنتم تعرفوا هي ماشية إزاي ومطبوخة لمين، عشان إحنا تعبنا والله.